كلما المغرب تيحاول يدير واحد الخطوة إلى الأمام باش يحقق الأهداف الدبلوماسية والأهداف السياسية ديالو، إلا وأننا كنشوفوا أن الجزائر كتحاول تقلد نفس العمل اللي تقوم به المغرب. وإلا جينا نتكلموا بأكثر دقة غادي نتكلموا على المناورات ديال الأسد الإفريقي اللي حنا دائما كنظموها في المملكة المغربية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التدريب العسكري الضخم غادي يخلي الجزائر باش أنها تحاول تقلد المغرب وأنها توجه إلى روسيا الاتحادية من أجل باش ترد على المملكة المغربية، وأنها تبين لنا على أنها هي قادرة تدير واحد المناورات عسكرية. والمناورات العسكرية المغربية فهي دائما كتكون في الصحراء المغربية، وهذه المرة هذه فالجزائر غادي تحاول تقوم بنفس الأمر. سبق لينا وتكلمنا على المناورات العسكرية اللي غادي تقوم بها روسيا والجزائر في الأراضي الجزائرية بالمقربة مع الحدود المغربية، إلى وأن غنشوفوا شخصية بارزة في الحكومة الروسية اللي غادي تشكك أيضا في الأمر اللي كتقوم به الجزائر كمخطط عدواني تجاه المملكة المغربية. وهذا الشيء غادي تعتبر ضربة مرة أخرى للجزائر. بينما المشروع ديال المغرب مع بريطانيا في إنشاء أطول كابل بحري في العالم غادي يخلينا نشوفوا على أن شركة ضخمة ألمانيا غتدخل حتى هي على الخط. قبل ما نشوفوا هاد التفاصيل تنقول لكم دائما السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير وتفاعلوا مع الفيديوهات ديالنا. الله يجزيكم بالخير بالضغط على زر الإعجاب والتعاليق الإيجابية. الناس اللي كتفرج وما مشاركاش تلتحق بنا والضغط على زر الاشتراك مع تفعيل خاصية الجرس، وشكرا لكم مسبقا. هناك واحد المجلة فرنسية للاسم ديالها لو جورنال دو ديمانش. هاد المجلة هادي غادي دير واحد الاستجواب مع واحد القيادي بارز، غادي تقول كيفاش على ان الجزائر غادي تختار المناطق ديال بشار واللي هما الاقاليم الغربيه ديال الجزائر اللي عندهم الحدود مع الاقاليم الشرقيه ديال المملكه المغربيه. وغادي ياكد هاد الشخصيه البارزه بالرغم على ان المتحدث باسم الخارجيه الروسيه تاكد على ان روسيا والمناورات ديالها مع الجزائر في الاقاليم الغربيه ديال الجزائر بالحدود الشرقيه مع المغرب فهي ما كتستهدف حتى شي جهه، الا وانه تيقول لكن الجزائر والاختيار ديالها لمنطقه بشار فهي ليست بريئه. اذا هنا شنو غادي نستنتجوا؟ غنستنتجوا على ان العالم فهم عارفين على ان الجزائر كتحاول تستفز المغرب، وعلى ان الجزائر والاختيار ديالها لهذه المنطقه هذه فهي ليست بمنطقه اللي هي بريئه في الاختيارات ديالها كدوله اللي هي عندها الحق انها دير مناورات مع اي جهه بغات. وهنا ملي كنتكلموا على انها غادي تختار روسيا فنحن نعلم على ان الجزائر والعلاقه ديالها مع روسيا فهي علاقه اللي هي قديمه نظرا للبيع ديال الخرده اللي كتبيع روسيا للجزائر، واللي حاليا هادشي هذا تقلل ناهيك على القيود اللي كانت كتحطهم دائما روسيا الاتحاديه للجزائر في المبيعات ديال الغاز والنفط، الا وانها كتعتبر عدوه ديال الولايات المتحده الامريكيه وهم على وشك انهم ينوضوا حرب مع بعضياتهم. فبالتالي استفزاز اللي كتقوم به الجزائر ماشي فقط من اجل المغرب، بل استفزاز اللي غادي تقدر تضرب به حتى المصالح ديال الولايات المتحده الامريكيه. لاننا كنعرفوا على ان الولايات المتحده الامريكيه فهي السابقه الاولى اللي هي كتعرف الانشطه ديالها تمركز كبير في القاره الافريقيه ولا سيما في شمال افريقيا عند الدوله الرائده اللي هي المملكه المغربيه. اذا هات العدوان اللي كتقوم به الجزائر بين المغرب والجزائر وبين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فهو غادي يخلي على أن الجزائر تدفع الثمن. وهنا شفنا على أن هات القيادي البارز فهو تأكد على أن الجزائر ليست بريئة بالاختيار ديالها لمنطقة بشار. ودابا غادي ندوز نشوفوا النقطة الثانية اللي هي غادي تعتبر صدمة للجزائر مرة أخرى، إذ أننا غادي نتكلموا مرة أخرى على أطول كابل بحري في العالم اللي كيربط بين المغرب وبين بريطانيا من اجل نقل الكهرباء ونقل مصادر ديال الطاقه. هنا غنشوفوا سيادي على ان شركه المانيه ضخمه اللي هي غادي تدخل على الخط وغادي تبين الحسن ديال النيه ديالها في الاستثمار على هذا المشروع هذا باش انه يكمل في اسرع وقت وباش ان الخدمات ديال المملكه المغربيه تقدر توصل للسوق الاوروبيه. وهذا امر اللي هو كيدخل في اطار ديال الانتصارات وديال السمعه ديال المملكه المغربيه والمستقبل اللي هو كيتسناه ان شاء الله بفضل الله، اللي غادي يكون مستقبل مفيد جدا ومستقبل اللي هو تحمل عده مفاجات اللي هي غادي تكون مفاجات ديال كتبشر بالخير. لان المغرب فدائما ما كنتكلموا عليه لانه هو المستقبل ديال العالم في المجال ديال الطاقه، وهذا الامر هذا بزاف الناس يقدروا يعتبروه امر اللي هو
ربما مبالغ فيه، ولكن الحقيقة ديال الأمر راه هي هادشي اللي تنقولو، لأن المؤشرات كلها كتدل على أن المغرب فهو غادي يكون الرائد في العالم في هاد النقطة ديال في هاد المجال ديال الطاقة. إلا جينا غير نتكلموا على هاد النقطة هادي بعجالة، فغادي نشوفوا على أن المغرب صرح على أن عنده الغاز، والمغرب والتصريحات ديالو على أنه عنده الغاز فهي كتبقى دائما مكتومة، وكتبقى دائما في غاية السرية بالمقابل مع الواقع وشحال عنده وشنو عنده. هذه وحده. ثانيا، المشروع بين المغرب وبين نيجيريا اللي هو غادي في طور الانجاز، اللي غادي وكيتحقق العمل ديالو. ثالثا، المصادر ديال الطاقه اللي عندنا حنايا، واكبر منصه عالميه ديال الطاقه الشمسيه اللي كاينه في ورزازات، المدينه المغربيه الجميله. ثم الخط البحري اللي كيربط بين المغرب وبين بريطانيا، ناهيك على الطريق اللي غادي يدار بين المغرب او النفق اللي غادي يدار بين المغرب وبين اسبانيا. هادشي كله تيزيد يدل على ان المغرب فهو فعلا المستقبل، وان التمركز ديال الطاقه حول العالم فغادي يكون موجه من المغرب. وبلا ما نتكلموا على الموقع الجغرافي ديالو اللي هو البوابه الاوروبيه، واللي هو ايضا المطل على بحرين، البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي. وبزاف ديال النقاط اللي جينا نتكلموا عليها غادي نتاكدوا على ان المغرب هو الرائد حاليا في القاره الافريقيه في مجال الطاقه، واللي غادي يكون ان شاء الله رائد عالميا. اذا سيادي، حنا دائما تنتكلموا بحرقه على المغرب وعلى الانتصارات اللي كتحقق، ماشي باش اننا نطيحوا من جهه واننا نطلعوا من جهه، بل فقط باش اننا نفتخروا ببلادنا، واننا نزيدوا نعرفوا على ان الخير مازال ان شاء الله كيتسنانا من هنا للقدام. باش ما نزيدش نطول عليكم بزاف، كنقول لكم دائما شكرا لكم بزاف. خليوا لي الراي ديالكم في خانه التعاليق. كان معكم الاخ ديالكم محمود، تحياتي لكم، امسيه سعيده، والسلام عليكم.